السلام عليكم. هتصدقوني لو قلت لكم إن ده أحلى ألف مرة من اللي أنا اشتريته من بره، وكمان بسعر كان عالي جدا. اللقمة هنا خليتها أغنى وهش وجميل والطريقة سهلة جدا. وعلشان نعمله بقى حطيت كوباية مية فاترة عليهم معلقة خميرة صغيرة وخمس معالق صغيرين من السكر، يعني حوالي ربع كوباية سكر. معلش أنا عارفة إن السكر غالي اليومين دول. ونص معلقة من البيكنج باودر ونص كوباية من الزيت أي نوع بس يكون طعمه مش قوي. هقلب كويس أوي لحد ما أحس إن كله داب قبل ما أحط الدقيق. والدقيق هنا 4 كوبايات. الدقيق ده لجميع الاستخدامات أو دقيق مخبوزات، وأحط عليهم رشة ملح وأقلب الملح مع الدقيق كويس قبل ما أقلب كل المكونات مع الدقيق. احنا حاطين هنا السوائل قد ايه؟ نص كوباية زيت وكمان كوباية مية. ممكن هنا نحتاج مثلا معلقتين 3 مية كمان، لأن احنا عارفين طبعا إن الدقيق بيختلف من نوع للتاني، وفعلا احتاجت حوالي معلقتين كبار. وبعد كده بقى اعجنه كويس جدا، يعني 10 دقايق 12 دقيقة حسب ما ربنا يقدركم. او لو عندكم عجان مثلا هياخد 6 7 دقايق مش اكتر من كده. بعد كده مش هسيبها تختمر ولا حاجة، انا هبدأ اقطعها على طول. هنا طلعوا معايا حوالي 8، وهبدأ اكورهم كده زي ما انتم شايفين. وطبعا يعني حاولوا على قد ما تقدروا تبقى الكور كلها قد بعضها. وبعد كده بقى هسيبهم يرتاحوا مثلا حوالي 10 دقايق ربع ساعة، بس مش اكتر من كده. هم يرتاحوا يا جماعة، مش هستنى اما يخمروا. علشان بس اما اجي افرد حته العجين كده تتفرد معايا من غير ما تكش. انا طبعا اخدت اول كوره انا كورتها علشان خاطر دي اكتر كوره ارتاحت. ممكن تفردوها بايديكم على فكره، مش شرط ابدا اللي في ايدي دي. بعد كده بقى جبت قطعه زبده. الزبده هنا هتخلي طعمها حلو قوي يا جماعه. سيحتها في الميكرويف بس هي ساحت زياده شويه مني. وطبعا لميتها رول كده وقفلت مكان القفله كويس جدا ونعمته على الرخامه وقفلتها زي الكحكه زي ما انتم شايفين كده. ده الشكل المتعارف عليه وكلنا بنجيبها بنفس الشكل ده. يلا نعمل واحدة كمان. أخدت قطعة العجين وفردتها زي ما انتوا شايفين كده. خليتها بس رفيعة شوية، وبعدين حطيت قطعة الزبدة اللي هي ساحت مني زيادة شوية ولفتها رول. وقفلت بقى مكان القفلة كويس قوي عشان ما تفتحش أثناء الخبيز. ولفتها كده زي ما انتوا شايفين بعد ما نعمتها على الرخامة. واخلص بقى الكمية كلها بالمنظر ده. بعد كده بقى هجيب طبق وفيه نص كوباية مية وعليهم معلقتين عسل اسود. العسل الاسود هنا هيديها طعم حلو قوي وقرمشة كده ولون، وكمان السمسم هيلزق عليها. وبعد كده بقى احطهم في صينية مدهونة بالزيت. الصراحة بيقولوا هو كحك تركي ولا مش عارفة ايه، المهم احنا بنعمله من زمان قوي بس ما كناش بنحط قطعة الزبدة دي. فادام هم حطوا قطعة الزبدة وسموه كحك تركي فمش مشكلة. بعد كده بقى هسيبه يخمر مش اقل من ساعة، لان احنا طبعا ما خمرناهوش. بعد بقى ما يخمر زي ما انتم شايفين كده هحطه في الفرن على درجة حرارة عالية يا جماعة، حوالي 250. لو عندكم أعلى من كده أوكي. هيقعد حوالي 10 15 دقيقة لحد ما تشوفوه من تحت خلاص احمر، يبقى كده خلاص زي الفل. وتخرجوه بقى وتغطوه حوالي 5 دقايق عشان يبقى طري شوية بس. وما تقلقوش، مش هتضطروا ان انتوا تشغلوا الشوايه ولا حاجه عشان ياخد اللون المحمر. العسل الاسود هيديله لون جميل كده زي ما انتوا شايفين من جميع الجوانب. وقد ايه بقى مخليه مقرمش من بره كده ومن جوه هش جدا ويجنن. يا سلام عليه بقى مع كوبايه شاي بلبن الصبح كده، يا نهار ابيض. وخصوصا في الشتاء ولا بالليل كده، الواحد محتار ياكل ايه بالليل قبل ما ينام كده، عشاء خفيف وبسيط. او ممكن حتى في اللانش بوكس الولاد، ممكن واحنا رايحين الشغل ناخده كده في الشنطه معانا. حاجه كده سهله وطعمها يجنن قمر بجد. يا ريت بجد تجربوه وتقولوا لي رأيكم ايه. وكمان ما تنسوش اللايك عشان ده مهم قوي بالنسبة لي، وتشيروه بقى يا جماعة لكل حبايبكم واصحابكم عشان الفيديو ينتشر. واللي اهم من كل ده زي ما متعودين كل فيديو تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام في التعليقات علشان نفكر كلنا بعض وناخد اكبر حسنات ممكنة. والف هنا وشفا على قلوبكم، والسلام عليكم.